القرآن الكريم من ايه يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نغيب غيبتنا ونرجع بروتيناتنا. روتيننا النهارده بقى كده ايه؟ قوي متين ان شاء الله يعجبكم. هنعمل كذا حاجه كده مع بعض. هنمسك المطبخ دوت بقى كده هنقلبه مع بعض. بصوا زي ما انتم شايفين المطبخ كده ايه، يعني حالته كده زي الفل. فهنوضبه كده مع بعض وهنغسل كل حاجه وان شاء الله يبقى زي الفل. يا ريت لو بتشوفوني لاول مره تشتركوا في قناتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك. وان شاء الله الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. دلوقتي بقى كده انا لسه صاحيه من النوم طبعا، يعني بعمل حاجات بسيطه كده، وطبعا كلنا ندخل على المطبخ جري كده نشوف هنعمل ايه. بتشوفي طبعا هتعملي اكل ايه النهارده، هتوضبي اكل مثلا، لو عندك حاجه في الفريزر بتطلعيها، ما عندكيش بتروقي المطبخ بتاعك. ده انا عن نفسي بعد كده بنزل السوق اشتري طلبات البيت واشوف هعمل ايه وهبدا يوم ازاي. النهارده بقى كده وللامانه كانت حماتي جايه من البلد ان شاء الله، يعني ان الفيديو كده انا مسجلاه من حوالي يومين او 3 ايام. وقلت بقى ايه، صحيت من بدري بروق الدنيا علشان كمان كنا مسافرين. قلت بقى اروق المطبخ واغسل المواعين وهغسل البوتاجاز واغسل كل حاجه علشان ابقى سايبه كل حاجه نظيفه وزي الفل، وبالذات المطبخ يعني عشان ما ينفعش يتساب فيه مواعين او حاجه زي كده، هيبقى ريحتها مش حلوه على ما نلف لفتنا ونرجع ان شاء الله بالسلامه. المهم بقى كده بدأت بالمواعين وطلعت بقى ايه من التلاجة، كان عندي فراخ طلعتها وقلت اشويها كده واعمل معاها شوية سلطة. تمام. وشوية سلطة طحينة وبالعيش كده اللي هو ايه، برضو عشان ما يبقاش اكل علشان احنا هنمشي بالليل. وياسين باشا كان عنده النهارده بقى كده تدريب كورة، فانا بدأت كده وضبت المطبخ خالص ونضفته. بعد كده نزلت رحت التدريب بتاع الكورة ورجعت تاني كملت الاكل. شفتوا بقى احنا بنتعب، يعني الفيديو دوت مش ممكن يتصور كده على اليوم كامل، ممكن انزل اعمل مشوار وارجع اكمل وهكذا. تمام. يعني كلنا بنعمل كده في التصوير، والمهم ان انت في الاخر بتخلصي كل اللي وراكي. يعني انت لو بتعملي حاجه وجا عليكي ميعاد حاجه فطبعا بتسيبي اللي في ايدك وبتنزلي تعمليها. خلصت المواعين بقى كده وسبتها تتصفى، وطبعا بدل المواعين اتغسلت واتصفت انت بتحسي ان المطبخ معاكي بقى رايق وزي الفل. عايزه اقول لكم بقى ان الفرن دوت حاساه كده مزيت لان هو لازق في البوتاجاز، وبصراحه بقالي شويه كده ما غسلتهوش. فقلت بقى النهارده كده اخده اديله دش كده محترم، اروق عليه واخليه زي الفل. الرخامه دي برضو كان عليها نمل كده مش عارفه من فتافيت، فشلت كل حاجه عليها وقلت بقى اغسلها غسله كده كويسه، واي حاجه هتيجي قدامي هديها غسله حلوه. عامة المطبخ لما بيبقى نظيف انت بتحسي ان باقي الشقة نظيفة، بالذات المطبخ هو اللي يعني ايه ياخد معاكي شغل شوية، وهو اللي بيبقى مكركب الشقة. باقي الشقة بصراحة بتبقى ما بتاخدش وقت، يعني هو المطبخ والغسيل. تعالي هقولك ان انت ازاي يعني تنظمي اليوم والمطبخ ما يبقاش معاكي يضرب يقلب. انت مثلا بتعملي اكل، يعني انا وانا بطبخ اي حاجة بوسخها بغسلها. يعني مثلا ضربت طماطم في الخلاط، اروح بعد ما احطها في الحله اخد الشفشق بتاع الخلاط اغسله واسيبه يتصفى. غسلت رز في مصفة الرز بغسلها برضو واسيبها كده ان هي تتصفى. اي حاجه. فعلى ما بكون الاكل على النار والمواعين كلها مغسوله فنضيفه وزي الفل، فبحس ان المطبخ رايق. على ما بخلص طبيخ ممكن اشيل الاكل من على عيون البوتاجاز، مش عارفه انا لوحدي اللي بعمل كده ولا ايه، واغسل البوتاجاز وارجع الاكل تاني يكمل تسويته. انتوا متخيلين؟ بعد الغدا لو عندي شويه نشاط بقوم اشيل الاكل على طول، وانا ايدي مش نظيفه بغسلها مع المواعين، يعني اغسل المواعين على طول كده وانا بغسل ايدي عشان ما اكسلش، واقوم مصفياهم بيكون اطباق مطرح الغدا بس. فبالتالي يبقى المطبخ معاكي يفضل رايق ونضيف وزي الفل. لو جيت بقى بالليل كسلت مثلا وتعشينا وكسلت مع مواعين العشاء مع مواعين الفطار، بيبقى المطبخ متبهدل كده. ولما اكون عارفه بصراحه ان انا هصور فيديو في المطبخ وهعمل فيه كذا حاجه، فتلاقوني ممكن اتكاسل ان انا اعمل فيه حاجه واسيبه عشان اعمله كله مره واحده كده. بصراحه في الاخر بتبقى نتيجته حلوه ونضيفه زي الفل.
بصوا هنا مسكت الفرن بقى، انا دعكته دعكه بجد محترمه، علشان كان الازاز بتاعه مزيت كده فما كانش عاجبني خالص. بمشي ايدي عليه كده حاسه ان هو فيه حاجه خشنه كده. وطبعا حاجات التوابل دي بجيب حته كده مبلوله وبحط عليها شويه صابون وبلمعهم كده، مش محتاجين يعني ان هم يتغسلوا، مبصمين بس مطرح ايدي كده. فعديت عليهم برضو كده بالفوطه بقوا زي الفل. ورجعت تاني الركن ده، الركن دوت عايزه اجدد فيه حاجه، بس ان شاء الله انا قلت هننضف المطبخ كده تنظيفه متينه كده مع بعض. والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى تجديدات، جايبه شويه حاجات كده للمطبخ ان شاء الله وهنجدده مع بعض، وهنعمل فيه شويه حاجات حلوين. هنا بقى بصوا لو تلاحظوا بعد ما غسلت الفرن حطيت فيه الفراخ تتشوي اهوت شايفينه، وبكمل حواليا برضو شغلي مفيش اي مشكله. قلت على ما الفراخ تتشوي اكون غسلت البوتاجاز، بما اني كده كده يعني مش هشغل فرن البوتاجاز فمش مشكله هقدر اغسل البوتاجاز. حطيت الفراخ وقعدت ادعك في البوتاجاز كده، دعكته دعكه متينه برضو، علشان ايه؟ انا فرحانه بقى ان خلاص مش هيتعمل عليه حاجه فهيفضل نضيف كده. يعني انا خلاص هسافر وهو هيفضل نضيف كده لغايه ان شاء الله ما نرجع. بصوا بجد حتى لو الحاجه نظيفه وانتي عديتي عليها كده بصراحه لا، بتديها دوش كده فبتبقى نضيفه وزي الفل. بصوا شايفين بقى زي الفل. عايزه اجيب ملح ليمون وابقى اغلي العيون، بس زي ما قلت لكم فيديوهات قبل كده العيون النحاس دي بتتغلي وبتصفر وبتبقى زي الفل، واول لما البوتاجاز بيولع بترجع تاني تسود وبيبقى شكلها مش لطيف. عندي الظرف بتاعه المطبخ بتاعي زي الفل ما فيهاش نقطه زيت، والله العظيم مش علشان مطبخي، انا بقالي هوت حوالي سنه ونص جايبه المطبخ ده ما تلاقيش فيه بقعه زيت كده، لاني على طول من وقت للتاني بقوم جايه كده جايبه الليفه واقوم ماسحه ماشيه على الضلف كده وبالفوطه على طول مسحها بتبقى زي الفل. هي بيكون مكانها تبصيم بس كده مطرح ايدي ما بفتح وبقفل بس، ولكن بقى ولا زيوت ولا دهون ولا الكلام ده خالص، لاني بصراحه انا ايدي في المطبخ على طول على طول يعني، فما فيهوش بقى ما تلاقيش ما شاء الله زي المطابخ اللي بتبقى مزيته والكلام ده، لا خالص. عامه لما بتكوني بتعملي الحاجه على طول ما بتتعبكيش ولا بتاخد مجهود وبتفضل معاكي نظيفه. يعني بدل ما تصبيني مطبخك مثلا كل شهرين او كل شهر يا ستي، لا انت كل اسبوعين كده امشي عليه بالليفه هيفضل معاكي نظيف، مش هياخد منك نص ساعه المطبخ كله اصلا، ومش هياخد منك مجهود لان هو كده كده نظيف. غير لما يكون فيه دهون بقى وتقعدي تدعكي وتعملي، فدي طبعا بتتعب وبتاخد منك وقت. ففعلا طول ما انت ايدك في الحاجه متاخدش منك ما بتتعبكيش في تنظيفها. خلاص دعكت برضو اللي تحت كده، الظرف اللي تحت برضو مسكتها دعكتها زي ما عملت فوق كده بالظبط. والفوطه بتاعتي ديت بقى بغسلها مره واتنين كل ما انا شغاله. مسكت الرخامات برضو كده صبنتها، هنغير الرخامه ان شاء الله في الفيديو الجاي كده، يعني هنعمل شويه تغييرات حلوه باذن الله كده مع بعض. وجبت بقى هنا المعالق كانت اتصفت، بحب قوي لما اخلص ارص المواعين لاني طول ما هي على الرخامه بتكون زحمالي الدنيا بصراحه. ده الرف بتاع المعالق، كان فيه شوك مكان المعالق ومعالق مكان الشوك، فقلت بقى كده ارتبها بالمره وانا واقفه. ونشفت المواعين التانية بالفوطة بتاعة التنشيف وشلت كل حاجة في مكانها اللي غسلناها مع بعض في اول الفيديو. وطبعا الحوض بقى كده دعكته دعكة محترمة خلاص لان هو اخر حاجة، فلازم اديله دعكة كده كويسة. خلصته بقى كده وبعد كده رحت داخله على ايه، على الدولاب بتاع الخزين بتاعي. عايزه اقول لكم ان من ساعه ما دخلت التربو دوت هنا بصراحه مرتب لي الدولاب جدا وحاطه فيه كذا حاجه. انا بقى كنت شاريه رز كده وزيت، بصراحه لقيت الرز سعره حلو وفي واحد جنبنا بتعامل معاه جبت منه اللي هي الباكيته دي، وجبت منه زيت ومتفقه معاه يعني بصراحه هو كويس بياخد حقهم على مرتين. الرز ده عجبني جدا وكان سعره حلو قوي، جايباه واقف عليا في الباكيته ب21 جنيه. فطبعا بالنسبه لاسعار الرز ان هي 24 اقل حاجه وانتي طالعه فعجبتني، فعشان كده رحت جايبه باكيت على بعضها. رصيت هنا بقى فرشت ورق الجرنان تحت كده في الدرج بتاع التربو ورصيتهم زي ما احنا شايفين كده. وجبت برضو الزيت رصيته كده في الاول، نزلت يعني كل حاجه في الدولاب ومسحته كويس جدا لاني ساعات بيبقى واقع فتافيت سكر مثلا مش مترتب، فانا قلت بقى كده ايه انظمه تنظيمه كويسه بما اني كده فتحت في المطبخ يعني الف عليه كله كده عارفين. وطبعا وانا برص المواعين بحط كل حاجه في مكانها، الحله اللي مش في مكانها بحطها، يعني بنظم كل حاجه، فعلشان كده تلاقي المطبخ معاكي على طول متنظم. اول حاجه هنا انا قلت احط بقى هنا الزيت ارصه كده جنب بعضه
الزيت مثلا، ازايز الخل، برطمان مثلا فيه دقيق، الحاجات اللي هي الناشفه كده. كمان كنت شاريه ملح اهوت، بجيب كده كام كيس على بعض يقعدوا معايا. برضو فضيت الرف دوت لاني كان على بعضه كده. وظبطته ورتبت كل حاجه في مكانها. لما بتعملي المطبخ كله مره واحده بتلاقي المطبخ نضف معاكي مره واحده كده، وشكله بصراحه بيبقى زي الفل. ده جبنه قديمه على فكره اللي في البرطمان دي. قلت هشيلها بقى كده من هنا احطها في مكان تاني، ولقيت هنا مكان فاضي قلت احط فيه الملح كده. وانا ببقى عارفه كل حاجه مرصوصه فين فبفتح اجيبها، يعني مش بنسى اماكن الحاجه. دي لازانيا عشان كنت هعملها فحطيتها هنا. بصوا شايفين، لقيت عندي برطمانات فاضيه بقى كده، فضيت عليها حاجات كانت موجوده يعني في اكياس شويات شويات كده. قلت افضيها في البرطمانات كده. عملت البرطمانات دي كان عندي 3 شكل بعض كده. حطيت واحد فيه سكر، واحد فيه نعناع ورتبتهم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بصراحة البرطمانات بتبقى احسن من الاكياس دي اللي بيبقى فيها شويات شويات، دي بتبهدل الدنيا، ولو الكيس وقع بيبهدل الدنيا خالص. شايفين؟ لا بصراحة بقى الدولاب منظم ومترتب وشكله كده زي الفل. ايه رأيكم؟ وطبعا خلاص كنت عملت الرز برضو، والرز كان استوى هنا بصوا بقى زي الفل. والفراخ برضو اتشوت وبقت معانا استوت. وخلصت المطبخ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة.